30. مراتي كانت حامل في أول طفل لينا. فاكر الليلة دي كأنها دلوقتي، سهران مع الشلة في استراحة، ضحك وهزار وسخرية من الناس، أنا اللي كنت الفكاهة بتاعتهم، ضحكهم بتقليدي للناس وسخرية من فلان وعلان. حتى الأعمى اللي شفته في السوق وقعته برجلي وضحكنا عليه بصوت عالي. رجعت البيت متأخر، لقيت مراتي تعبانة، دمعة نازلة من عينها، وقالت لي: راشد، أنا حاسة إني هولد. خدتها بسرعة على المستشفى، دخلت تولد وأنا استنيت شوية، زهقت ورحت البيت، سبت رقم تليفوني وقلت يتصلوا بيا، وبعد ساعة جالي اتصال: مبروك، مراتك ولدت وجابت ولد، سميتوه سالم. فرحت يمكن شوية، رحت المستشفى. أول ما وصلت قالولي: روح للدكتورة. دخلت عليها، لقيتها بتتكلم عن الابتلاءات والقدر، وقالت لي الجملة اللي غيرت حياتي كلها: ابنك يا أستاذ راشد أعمى ومش هيشوف طول عمره. أنا وقفت مكاني مش قادر أتنفس.